عالسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا شويه فاريونت والا مالح والا مخللات، كل واحد شنو يسميها. خذيت الخضره اللي حشتي بها، عندي إيترامي مغليه وبارده، ولهنا عندي ملح بحري خشن، ملح احرش، وعندي زاد نوع اخر متاع ملح اذا كان استحقيت. عندي العظمه النيه مغسوله بالخل وحاضره باش نقيس بها الملح متاعي بعد. وباش نفوحوا بحاجة هكا اكسترا، يعني حاجة مميزة، اللي هو عود القرنفل والزادة الفلفل أكحل كعب. هذاك السكر باش نزيدو في الاخر مغرفة سكر، وباش ما يتهريش الفاريونت متاعنا. الحكوك لهنا مغلين والا نغسلوهم بماء سخون يغلي، وباش يكونوا معقمين وحاضرين. وعندي لهنا في الخضرة عندي شوية بسباس، البسباس راهو في المخللات يجي روعة. وعندي سفنارية، سنينات ثوم، وباش نزيدوا القارص تنجموا زاد تحطوا الخل، انا باش نستعمل القارص مش الخل، وقرينات فلفل حارين. هذايا مبدئيا الخضرة اللي عندي لهنا زادة البتراف الاحمر اللي هو الروتا ريبن. انا شريته يعني فريشك، غليته كما تشوفوا في الفيديو هذاك، غليته من قبل، هو توا بارد حاضر طيب، اما ماهوش طيب على الاخر، يعني مازال شاد روحه بالقدا. هذاك باش نستعمله كملون للخضره متاعي. توا غسلت الخضره بالقدا، غسلتها ونغسلوها بالخل زاده باش نتاكدوا اللي هي نظيفه. الفلفل زاده كيف كيف. المهم تعرفوا انتوا كيفاش تغسلوا الخضره متاعكم. خليتهم يتسقطروا شويه. توا حضرت المعون متاعي وباش نبدا نقص الخضره. لهنا بطبيعه القصان حسب الرغبه. عندي لهنا البسباس باش نبدا نقشر فيه. اذا كان البسباس متاعكم طري تنجموا تستعملوه بكله، بالطبيعه عيننا ميزاننا. اذا كان القشره البرانيه ياسر شايحه ما نستعملوهاش، واذا كان طريه نستعملوها. لهنا روس البسباس اللي عندي تقريبا كلهم طريين، تحسهم هكا راوين بالماء ما شاء الله. باش نقصهم بالطريقه هذه مكعبات، وبالطبيعه مانيش باش نستعملهم الكل خاطر برشا كمام. باش نستعمل القشره الطريه وشويه يعني راس كامل، والباقي هك القلب نتاع البسباس هذاك باش نخليه باش نستعمله بعد سلطه والا تجي زاده مرقه بسباس بنينه. ابقوا معايا في الفيديو وشوفوا طريقه القصان، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله زاده نشجعكم باش تمشوا تجروا فيسع فيسع تحضروا شويه فاريونت لسيدي رمضان ان شاء الله. بنفس الطريقة كملت شوية البسباس، قصيتهم، حضرت الكمية اللي حشتي بها. توا تفكرت اللي عندي راس بروكلو اللي هو الشوفلور، باش ناخذ منه كعبات هكاك، يعني روس هكاك صغيرين، باش نحطهم زادة مع الفاريونت متاعي. ما ذكرتوش انا في المكونات، لكن تفكرت بعدي اللي عندي بروكلو باش نقصه ونحطه معاهم زادة. ما نقصوش خشين، نقصوه جويدين ونستعملوه مع المخللات، يجي زادة بنين خاصة في مرقة المالح. توا باش نقشر السفنارية بالطريقة هذيك ونقصها بالطبيعة حسب الرغبة. انا باش نقصها هكاك روندالات صغيرين دور، اللي يحب يقصها بالطول على الفاريونت التونسي يقصها، اما هكا تجي هكا كعبة في فم واحد
زادة تجي براتيك أكثر. وديما ردوا بالكم كي تبدو تقصوا باش ما تجرحوش رواحكم. لهنا كملت السفنارية قصيتها الكل بالفورمة هذيك. بالطبيعة لهنا مازال عندي البتراف، خديت منه كعبة باش نقصها بنفس الطريقة، ما همش خشام برشا، اما لهنا لازم نقشره خاطر انا راني اسمطته بالقشور متاعو. احسن حاجة نسمطوه بالقشور ما نقشروش من الاول. بالطبيعة لبست ليغو على خاطر ماكم تعرفوه يعمل اللون في اليدين. وتوا باش نكمل نقصهم. توا لهنا كملت مرحلة الخضرة الكل قصيتها وحضرتها. توا ما بقى كان باش نملح الماء اللي باش نخلل بيه، باش نوريكم طريقة العظمة بالتفصيل لهنا. وما ننسوش أكسنينات الثوم نقشرهم باش نفوحوا بيهم. وتوا هذايا الملح انا اللي خديته ملح بحري خشين، هذايا يصلح للتمليح. بسم الله باش نبدأ نحط في الملح متاعي. المعروف انه يترمى لها 4 مغارف متاع ماكلة، لكن تختلف من ملح الملح راه ماهيش قاعدة. لهنا بديت نذوب فيه. هو لهنا ما ذابش كومبليت، اما باش نوريكم التجربة كيفاش. لهنا باش نهبط العظمة بسم الله. غطست محسوب في اكثر من شطر اللوطة يتسمى ناقص ملح. نزيد لهنا مغرفة ملح ونزيد نذوبه بالقدا. لهنا العظمة ما غطستش، طلعت يعني الفوق تعوم، اما مازالت ما ظهرتش كومبليت. باش نزيد مغرفة اخرى ونزيد نذوب. لهنا للي نتحصلوا على الملح اللي حشتنا بيه. لهنا بالضبط هاوكا ظاهر من العظمة شوية على قدر هكاك 50 مليم بياسة هكاك، وإلا 20 سنت يبدو ظاهرين. تبدأ ظاهر شوية من العظمة، يعني حطيت أنا في الإجمال لهنا 6 مغارف متاع ملح. توا باش نبدأ بأول حكة نعبي السفنارية. الحكة هذه باش نخليها ألوانها طبيعية، مانيش باش نحط فيها البتراف، ومانيش باش نفوحها زادة بعود القرنفل برشا. باش نحط فيها كان فلفل أكحل والخضرة متاعي، خاطر هذه باش نخليها مثلا نستعملوها لللوبيا بالمالح وإلا مرقة مالح. مانيش باش نحط فيها البتراف، فقط باش نزيد لها شوية ثوم، وكيف كيف مانيش باش نحط فيها الفلفل باش ما تجيش حارة. بالطريقة هذه هكا حبيت تكون الحكة الأولى منظرها كما تشوفوا. توا اجبت الحكة الثانية باش نحط فيها قرن فلفل، نقيسه بالطبيعة القياس حسب قداش الكبر متاعو يدخل في الحكة ولا لا. نقبته هكا شوية وباش نحله من اللوطة وباش يدخل فيه الماء المملح. هذيا الحكة هذه مانيش باش نعملها مثلا حارة برشا، حطيت لها كان قرن فلفل واحد. وباش نحط المكونات اللي حشتي بها، وباش نحط البتراف هذاك باش يعطي اكل لون. فيسا يعطي اللون هو البتراف، اللي يحب يكثر يكثر. انا كعبة بريسك مانيش باش نحطها الكل. باش نكمل نعبي الحكة بنفس الطريقة. ولهنا باش نحط هاك المنكه اللي باش يعطي هكا مطعم خفيف، اللي هو عود القرنفل. جربوا عود القرنفل في المخللات، ما تكثروش منه بالطبيعة، هكاك 3-4 عواد ماكسيموم، ما نكثروش. وشوية فلفل أكحل اكعب، هذاك زادة أول حاجة يصبر وزادة يعطي نكهة بنينة. باش نكمل الطبقات بالخضرة اللي عندي الكل.
وشوية ديما نحط شوية بتراف وباش يعطي اللون. هذاك البتراف الأحمر. وفي آخر الحكة نحطو هيك القشور متاع البسباس هذيك باش نكبسو بها من فوق باش تبقى تحمي الحكة من فوق هذيك باش الماء تغطي كوا كالغطاء البسباس نحطوه كيف الغطاء. ولهنا الحكة هذه باش نحرحرها شوية حتى خاطر الفلفل هذاك حار برشا. حطيت فيها 3 قرون فلفل وباش نعباها بنفس الطريقة. لهنا خذيت القارص متاعي باش نعمل في كل حكة زوز مغارف ماكلة متاع قارص. لهنا انا باش نعمل شطر قارصة عادية باش نعصرها ونقسمها على حكوك هذوكم بريس كل حكة فيها مغارفة. ومازلت عندي الكعبة الاخرى هذيك متاع الليمات هذيك زادة باش نعصر منها زادة كيف الشطر وباش نحط في كل حكة زادة مغرفة. اللي يحب يحط خل يحط راهو، اما الخل راهو يهري الخضرة. ماذا بينا نحطوه في كي نجبدو الحكوك باش نبدو ناكلو يعني بعد شهر وقت اللي تبدا جاهزة الاكل نجمو نحطو الخل. بالنسبة لي انا نستعمل كان القارص اكاهو. لهنا فما حاجة نسيت ما تصورتش بصراحة مغرفة السكر. حطيت زادة في كل حكة مغرفة متاع ماكلة السكر زادة يحافظ على الخضرة تبقى تتقرمش. هذه القطعة هذه البلاستيك ماذا بيكم كي تشتروا المخللات وتلقوا فيها القطعة البلاستيك ما تلوحوهاش هذيك باش نحطها في الحكة. شو كيفاش ترص المخللات كلها لوطة الخضرة لوطة ويبقى كان الماء وبعد نسكر عليها بالغطاء. بالطريقة هذيك المخللات متاعنا ما تعملش هاك البيوضية هذيك القشرة البيضة اللي تجي من فوق. هكا انا كملت طول الحكوك متاعي كملتهم نمسحوهم ونحطوهم في بلاصة بالطبيعة هكا ظلمة وباردة. واذا كان عجبتكم الطريقة ما تنسونيش بتعليقاتكم جاماتكم واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد نهبطوا. واكاهو بسلامة.